السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الموجودين، وفضلا وليس أمرا تضغط لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناة وينتشر. على بركة الله نبدأ الفيديو. ضعف السكواد اللي موجود يمكن في تاريخ نادي الزمالك، السكواد الحالي وأسوأ ما يكون. الزمالك في موقف صعب جدا النهارده، حاله من الغضب الجماهيري، حاله من عدم الاستقرار، حاله من الكآبه على وجوه محبي وعشاق نادي الزمالك بعد عرض هزيل جدا جدا جدا. انا هقول بالعكس، انا هقول برافو لاعبي نادي الزمالك، حاولتوا قدر الامكان، لكن دي امكانياته. السكواد ضعيف مش هيكمل، لان انا عندي لاعبين اشباح، لاعبين مستواهم هزيل، بعضهم لا يصلح ان يلعب في مراكز الشباب. تبقى السيف العزل، شافت امور كتيره جدا، لانه صعب جدا 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 الزمالك يكون له ناقه او جمل في دوري هذا الموسم. الزمالك مفروض يقفل على سقفه بالكونفدراليه، اخرك تقعد بالكونفدراليه، ما ينفعش تروح بعيد. بطوله الكونفدراليه هي الشيء الوحيد اللي ممكن النهارده يكون مفيد ومطلوب لنادي الزمالك وجماهيره، علشان ما يعملش موسم كارثي جديد. وانا اعني ما اقول، الزمالك مقبل على موسم كارثي جديد. الزمالك عنده النهارده سكواد سيء، وهيخرج من هزيمه لاخرى لو استمر على هذا النحو. لعيبه مش ههاجمهم قوي ومش هحملهم المسؤوليه قوي، لان هم او معظمهم هم انصاف لاعبين ما ينفعش يكونوا موجودين في الزمالك. والكلام ده قلناه، انت وصلت نهائي كاس الموسم الماضي امام النادي الاهلي، تحاول تخطف لك بطوله، تحاول في الكونفدراليه. ولو اني برضو بقول على السكواد الموجود صعب جدا 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 تاخد الكاس من الاهلي او صراحه، وصعب جدا 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 تنافس على الكونفدراليه او تاخد اللقب، لان كره القدم موازين يا جماعه، موازين. كره القدم ليها موازين، ليها اساسيات. من موازين كره القدم السكواد القوي، اللاعبين اللي قادرين يلعبوا، اللاعبين اللي قادرين يشيلوا تيشيرت الزمالك. عشان كده بقول انا النهارده طالع والله بحاول اتمالك، ومش هطلع برضو اقول يعني اقطع قوي في اللاعبين واقول يلا ويلا مشي ويلا اعمل. لا بالعكس، خليك محافظ عليهم طالما انه دي ظروفك، وطالما ان انت ما عندكش لسه فرصه انك تدفع فلوس سبورتنج لشبونه، ما عندكش فرصه انك تشتري، ما عندكش فرصه انك تدعم. فاقل ما يجب، اقل ما يجب ان حضرتك تحافظ على السكواد الحالي اللي هو ايه، اللي هو اسوأ ما يكون. وانا يمكن بعد الانتصار الاخير قلت واحد من اضعف السكواد اللي موجود يمكن في تاريخ نادي الزمالك الحالي. لكن النهارده بالشكل ده وبالسكواد ده وبالظروف دي وبالامكانيات دي، المساله صعبه جدا. لازم انت يبقى عندك فرصه من الوقت تفكر، يناير على الابواب. يعني انا بحمل بقى رجال الاعمال في مجلس اداره الزمالك مسؤوليه سداد مبالغ سبورتنج لشبونه. وأخيرا حضرتك فضلا وليس أمرا، حضرتك يا ريت تشترك بالقناة إذا ما كنتش اشتركت في القناة وتفعل زر الجرس، ومن فضل حضرتك تضغط على لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.